الأستاذ جوا شي؟ عم أسألك الأستاذ جوا؟ هنيك. امشي. برأيي انت امشي. مستحيل تطلع من هون وانت عايش. ريح لي حالك وامشي قدامي. عاكف صاروا فوقنا. عم حذرك للمرة الأخيرة يا عاكف، ما فيك تقضي عليهم. أنت عم تغلط. وقت غلطك. موقع بانل. اتركني هون وخذ الأستاذ وروح. صار مستحيل اقدر اخذ الأستاذ. لازم نطلع من هون بسرعة. انا بحالتي هي رح اعطلك، انت روح يا عاكف. ما رح نطلع غير سوا.
نهاد، انت منيح؟ تعال ترك علي. قدران تمشي لوحدك؟ منيح؟ منيح، ايه منيح. عابد، 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 شو صار لك؟ عابد قوم اصحى. لا تتحركوا. ماشي، بترجاكم نزلوا سلاحكم، رجاء ساعدونا، بعتقد انه منصاب. انتو شو عم تعملوا؟ يلا امشي. لك نحن اللي انقذنا حياة الاستاذ. انت منيح؟ أنا منيح أستاذي، لا تخافي. شو عم تساوي؟ شو عم ساوي يعني؟ عم خبر مديرية الأمن. أنا آسف بس أنا ما بسمح لك بهالشي. شو يعني ما بتسمح لي؟ مو انت قلت لي انه حياتك هلا بخطر؟ الشيء اللي طالبه من حضرتك توصليني على المكان يلي رح أقول لك عليه. رح اخذك على المكان اللي بدك اياه، بس من واجبي اني خبر هذا الشيء للأمن. ملف دعوة حضرتك بعده بإيدي. أستاذي إذا بتخبري الأمن رح ينتشر هذا الخبر بعالم الأعمال، وأصلا هذا يلي بدهم إياه، وأنا مو حابب أخسر مكانتي. بس حيكون خطر عليك تحل الموضوع بهي الطريقة. فهمت أستاذي ليلى، حضرتك حابة إنك تكملي التحقيق معي، بس هذا الشيء حاليا مو ناقصني أبدا، وبتشكرك مشان كل شيء. أنا فيني أنزل؟ عن جد؟ طيب ماشي، انت ادرى بمصلحتك. بشكرك حضرة النائبة. بتمنى من حضرتك تفكر باللي حكيته. طيب بسرعة، طيب. تعال ورا، تعال ورا. راح أعطيكم رقم سيارة، بدنا تتابعوها فورا.
معلم، روحنا للحقير من ايدينا. اللي مراد منيح؟ ايه، بعد عن منطقة الخطر. هلا الأحسن إنه نروح ورا بويرز. بويرز مو أولوية، سلامة مراد، أهم شي سلامة مراد. ايه حاضر. موقع بانل. استاذي ليلى، طلبت منك ما تخبري الامن. انت بتعرف قديش خطر هذا الزلمة؟ بعرف، بس رجاء. ماشي، ما رح اتصل بالأمن. أنا بعرف شخص بيفهم بلغته. نعم أستاذة ليلى. عبد الحي، بويرز كان عم يلاحقنا، وجوا 2 مقنعين، بعتقد هن كانوا ملاحقينه لبويرز. بفضلهم قدرنا نهرب منه. أنت منيحة حضرة النائبة؟ أنا منيحة، بس في معي شخص مصاب. أنتوا وينكن؟ ماشي، جاي فورا. كارا، يلا قوم بدنا نروح. يلا ما عنا وقت نضيع. عبد الحي، بكفي، على القليل اتركوني مرتاح بقبري. أنا لقيته لبويرز يا كارا. خلينا نروح هلأ، ناخد بتارنا وبعدين بترجع لقبرك. ليش بويرز عم يلاحقنا؟ حضرتك من وين بتعرفي لبويرز؟ أنا نائب عام بهذا البلد، ومن الطبيعي كتير إني أعرف أشخاص أشرار مثل حضرته. ما بعرف شو سبب ملاحقته لإلي. من زمان عم بتلقى تهديدات، وأنا ما فكرت إنه يكونوا جديين كل هالقد. بالأول لازم أخدك على مستشفى آمن. يبدو يا أستاذي حضرتك ما فهمتي جدية الوضع. هدول الناس اجوا على المستشفى مشان يقتلوني. المستشفى اللي رح أخدك عليها كتير آمنة، ما تخاف، وثاق فيني. رجائي عند حضرتك تاخديني مطرح ما قلت لك. صدقيني هذا أأمن شي لإلي هلأ. بس يا الله هون ما في ألعاب. لو شفت المكان اللي كنت فيه، هونيك كان في ألعاب كتير حلوة. نعمل غرفة هيك كمان. كيف كان مطرح ما كنتي؟ كان في تخت محطوط بنص الغرفة، بس كان في ألعاب كتير وعدة حلوة للرسم. كان في أقلام كمان. شوف هاد جبته من هونيك. شغلة الألعاب شدوا بكرة منحلها سوا، بيمشي الحال معنا؟ ايه بيمشي الحال. هلأ التيتا كانت عم تلعب معي، ما هيك؟ عملت حالها انه نسيتني. جدو معقول تنساكي؟ رح نحط هون السبورة، وهون رح نحط أقلام الرسم كلهم. بيمشي الحال؟ بيمشي طبعا، مثل ما بدك رح نعمل لك. تعالي شوفي شو جبتلك. تعي يا عمري. شو هاد؟ تفضل.
هذا الدفتر بيوم من الأيام كان دفتر رسم لولد حلو وصغير من عمرك. بتحبي تتفرجي على عالمه الطفولي ورسماته؟ شو كان اسمه؟ كان اسمه علي. كنتوا بتحبوه كتير؟ كتير كنا بنحبه يا بنتي. تيمور تعال عندي. تاخدوا كل شي موجود بغرفة رهف لعندها، وإذا سألت مين يلي بعتهم تقولوا لها عبد الحي. أمرك سيدي. سيدي، الكتب اللي طلبتوها وصلت. ماشي تيمور، حطوهم بالمكتبة. شد حيلك نهاد، أنا موجود هون. خذ أمانتك يا رفيقي. خليها ذكرى معك. أنا في معي وحدة، هي حطها براس واحد حقير. تسلم إيديك يا رفيقي. يلا خذوه. ايه حاضر أستاذ. أخي المحترم عاكف، الزلمة اللي جبته هلأ حطيناه بالمشرحة. إجا حدا شي من الكيجات؟ إجا السيد أرتيكن. طيب بالإذن. في وشم غريب شوي على كتفه. ممكن تخليني أشوفه؟ أرتيكن عملوا دراسة شاملة عليه. بعتوا المعلومات على المكتب؟ ايه بعتناهم.
شو ما بتسرع هاي السيارة أكتر من هيك؟ نعم معلم. شامل، نحن قربنا من عنوان الاشتباك مع بويراز يلي اعطيتونا اياه. في صور للسيارة؟ لا معلم. انتوا عم بتراقبوه؟ من اي جهة بدنا نلاقيكم؟ نحن عم نراقب السيد مراد. وبويراز كيف بتتركوه؟ ما حدا عم بيراقبه؟ هي أوامر عاكف، الأولوية سلامة السيد مراد. لك شو هاد؟ شو هالشغل هاد؟ شو هالتخبيص بالشغل؟ معلم أنا رح حولك على أينورة. عم بسمعك أينورة. لقطنا سيارة بويرز بالصور قبل 7 دقايق. بعتيلي المعلومات يلي عندك عن مكان تواجدها. ماشي. يلا 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 يلا. ممكن تخبرني ليش انتو حاجزيني هون؟ لأنكم أنقذتوا حياة الأستاذ. بعتقد إنه الأستاذ حابب يتشكركم. فيكن تخبروه انه ما في داعي للشكر. كل اللي عملته اني ساعدته العابد، والاستاذ ما بعرفه وما سبق وشفته من قبل. بس نحن منعرفك منيح يا ست صفية، لهيك سلامتك بالنسبة لنا كتير مهمة. ما في داعي تفكروا فيني بنوب، أنا بأمان وما في علي خطر. أنا مالي أعداء بهي البلد. بس يصير الوقت رح نوصلكن على المكان اللي بدك اياه، ما تقلقي أبدا. ما عم بفهم، انتوا ليش مهتمين فيي لهالدرجة؟ انتوا شو بدكن مني؟ استاذكن عندكن وعابد بين ايديكن. ليش ما عم تفهموا انه انا ما إلي علاقة فيكن بنوب؟ ست صفية، ما بعرف إذا لاحظتي حضرتك قدرتي تفكي أصعب شفرة ووصلتي لصاحب الجلالة، فبتستحقي هذا الاهتمام اللي عم نوليه لحضرتك. لو بتعرفي قديش في ناس مغرضين بهذا البلد حابين يعرفوا أي معلومات ممكن تتعلق فينا. أبوكي محمد قرخانلي كان نجم مهم كتير، وانتي أثبتتي إلنا اليوم أنك بتحملي دم أبوكي الأصيل لأنك أنقذتي الأستاذ. شوف، صحيح أنا بنت محمد قرخانلي، بس صدقني أنا ما إلي أي علاقة بأي شغل بيتعلق بأبي. والبروفيسور اللي ساعدك كمان عالم مهم وله تاريخه، وطبعا خلال تحقيقاتنا معه فهمنا أنه ما عنده أي علم بخصوص الشفرة. اوعكن تعملوا شي للبروفيسور. بس يفيق الأستاذ بتحكوا مع حضرته، وأنا واثق من أنه الأستاذ ما راح يزعل الناس اللي ساعدوه. حاج يا ابني اتركنا، نحن اثنين ختايرة ما بنقول شي لحدا. رجاء ما تأخذوني، عذبتكن معي بهذا الوقت المتأخر بالليل. خير يا ابني، شو صار لعينك؟ عامل عملية يا خالي. على العافية، وأنا كمان عملت عملية مي بيضة. يا مرة، قال لي الدكتور إني كنت عميت لو ما انتبهت. شكر ربك يا ابني. قل لي يعني شو كنت عملت لو انعموا عيونك؟ يا ابني أرجوك إمتى رح تتركنا نروح؟ الأولاد بيشغل بالهم علينا. عمو بس يجوا رفقاتي أنا رح أبعتكن بسرعة البرق لمطرح ما بدكن تروحوا. تسلم يا تسلم. ليكم اجوا، يلا انتم مع السلامة. طلعوا لي خلقي هالتنين. وهلا شو بتأمر معلم؟ هذا الشغل رح ينتهي الليلة. بأمرك.
بعد 300 متر المنطقة عمياء. ماشي أي نورة. واقف عبد الحي، واقف 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 واقف. موقع بانل. كان انتبه. أي نورة، لقينا السيارة فيها جستين، ابعتوا فريق لهون. ماشي. أنا آسف كتير لأني عرضتك للخطر، وممنون لحضرتك مشان يلي سويتي لي إياه. بكرة الصبح رح أبعت لحضرتك شرطي، رح ياخد أقوالكم حول الحادثة اللي ملفها عندي مشان نشوف شو رح نعمل. بلاها أستاذي ليلى، بكرة بجي على قصر العدل وبقدم إفادتي. تصبح على خير. تلاقي الخير. نعم عبد الحي. وين أنت حضرة النائبة؟ رايحة على البيت. اوعك تروحي على البيت، ما آمن. روحي على بيت بابا عمر وما تطلعي من هنيك لخبرك. خير، شو في عبد الحي؟ رجاء اعملي شو طلبت وبعدين أنا بخبرك. شو رح نعمل يا عبد الحي؟ يلا امشي. أنا حابب أشكرك على اللي عملته. تعرف مين اللي أنقذت له حياته؟ لا ما بعرفه. عابد بيكون رفيقي، خبرني إنه بحاجة لدكتور جراح وأنا ساعدته. عابد، من إمتى بتعرف حضرة الدكتور؟ من كم سنة بمعركة صعبة تصاوبت إصابة كبيرة، وقتها مشكور هو يلي داواني، ومن هداك اليوم ولهلأ صداقتنا مستمرة. يعني من لما كنت تشتغل مع مراد علمدار؟ بالضبط. معناتها بهي الحالة ما لازم استغرب محاولاتك التقرب من صوفي. هلأ صفية ورونالد مناح؟ أول شي وين عالجتوا لرونالد؟ بمستوصف صحي بكيوباشي. حابب أعرف أسماء الشباب اللي كانوا موجودين وعملوا العملية. ايه تكرم.
سيدي مريضنا صحي لحاله. ايه طيب، يلا جاي. أردال، أنت متزوج شي؟ لا والله يا عابد، ما تزوجت للأسف. مالك قرايبين؟ ما إلي حدا أبدا إلا المستشفى تبعي. بضل كل وقتي قاعد فيها، مضطر بالأسبوع 3 مرات أغسل كلاوية. وأنت؟ مالي شي بهالدنيا غير ذنوبي. خير شو صار؟ ليش اجيت؟ مو على اساس عندك اعمال خاصة؟ انت ليش حاولت تتخلص مني؟ شوف إذا بدك تحقق معي هيك بمشي. لا خلص، مو مشكلة، خود راحتك. بس فهمت اللي كنت مخطط له ما زبط. ما حبيت أروح على البيت. هلأ إذا كانت الصحافة درياني ما رح يتركوني نام بالليل. شو وين شردت هلأ؟ ولا تكون خفت من جية الصحفيين؟ انت اللي مالك صحبة معهم، مو مشكلة بالنسبة لإلي يجوا لهون. كنت مبرمج شي من شان السهرة، فكرت فيه شوي وهلأ أنا رح أقوم ألغيه. لا رجاء أنت اطلع، روح وانبسط. لا معقول هالحكي؟ ايه معقول. صدقني رح ارتاح أكتر إذا بتروح. ماشي يا شريكي. ها، إذا بدك خليني ابعت لك شي دكتورة حلوة. حاكم أنت جريح، خليها تجي بتداويك. هلا ماني فاضي لك بنوب. معناها أنا رح أطلع. الله معك، سهرة سعيدة. نعم صارب. كمان هالمرة ما قدرتوا تنهوا لمراد؟ شو عم تحكي؟ مراد قبل شوي شرف شخصيا لعندي على البيت. قلت لحالي بيكون عندك علم، أنا برات البيت، بس يخلص شغلكم معه اتصلي فيني. روحوا شوفوا. نعم مارغريت. موجودين بهي السيارة. وقف كارا، شو عم تعمل؟
طيب مارغريت. امشي بسرعة. موقع بانل. بسرعة. اسمعي يا أينورة، بويرز موجود بسيارة فان سودا وتحرك من المكان يلي كنا فيه. لاحقوا لنا إياه. أستاذ رونالد، أنا المحقق كين. تم إرسالي من قبل صاحب الجلالة من شان سلامتكم. عود يا ريتشارد. شكرا أستاذ، هيك مرتاح. كنت منتظرك مشان عملية السنة الجديدة. أستاذ رونالد، اضطريت أقرب جيتي لهون بسبب الوقت العصيب يلي مريتوا فيه. هو شو اللي صار؟ آخر شي بذكر المداهمة للمكان اللي كنا فيه. أول شي عمله عابد بعد ما تصاوبت إنه أسعفك، وبعدين أخذك على مكان آمن. طيب وكيف صار لكم علم بهذا الشي؟ من خلال فك الشفرة الخاصة بحضرتك تم الوصول لصاحب الجلالة. عابد؟ مو لحاله، فاككها هو وصفية قرخانلي، وفي بروفيسور مساعدهم. والدكتور اللي عمل لي العملية موجود؟ هو عنا. بتعرفوا كيف القوانين. الأستاذ فاق من الغيبوبة تبعه وبدي شوفه. ممكن تخبروه رجاء؟ ادخل. سيدي، صفية قرخانلي حابة تحكي مع حضرتك. خليها تفوت. تفضلي. تعالي صفية. أنا بتسمحوا لي رايح نفذ قراراتنا. تفضلي عدي. انت بنت حقيقية لعائلتك، مثل ما بتعرفي صلة الدم بالنسبة لنا مهمة كتير. بتشكرك كتير لمساعداتك إلي، وإن شاء الله ما يكونوا رفقاتنا زعجوك بأي شيء. لا، بس أنا خايفة مشان بروفيسور مارتن لأنه ساعدنا. رجاء لا تقربوا عليه. لا تقلقي صفية، مارتن بروفيسور كتير مهم، وقدم دراسات هامة وفريدة من نوعها بخصوص تاريخنا. بس طبعا هو بيعرف شو حدوده، وبعد اللي صار كمان بنصحك بهذا الشيء. بس كمان مرة بتشكرك كتير لأنك أنقذتي حياتي. فهمت عليك أستاذ. وهلأ صار ممكن أمشي؟ طبعا يا صوفي، منلتقي مرة تانية ما هيك؟ قلي عابد شو رح يصير فيه؟
آسف مشان حضرتك. ما كان حدا بيقبل إنه يصير هيك. بعرف شو اللي بدك تعمله يا عابد.